الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة، آخر كتب الله السماوية التي أنزلها لأهل الأرض، وهو أعظم دستور حضاري ومشروع إيماني نفديه بأرواحنا ونعتبره من أساسيات حياتنا. المسلم يعتبر القرآن هو أقدس شيء عنده، ولذلك ينبغي أن نحافظ على القرآن بمحافظة عملية، أن نطبق القرآن في حياتنا، أن نعمل بما جاء به القرآن في تجارتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في مساجدنا، في كل شؤون حياتنا. هذا هو الرد العملي على من يريد أن يسيء للقرآن، ومن يسيء للقرآن فهو يسيء لنفسه، لأن هذا القرآن كتاب عظيم حضاري. ورسالتنا إلى الغرب جميعا أن كونوا عقلاء، لأن الإنسان العاقل لا يصطدم مع أمة تزيد عن 2 مليار إنسان، ولا يصطدم مع كلام لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. القرآن الكريم هو نقطة ضوء في هذه الدنيا، ولذلك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا مشروع نريده أن يطرح للناس، نريدهم أن يسمعوا ما في القرآن. فيا أيها الغرب، يا أيها الشرق، اسمعوا للقرآن وتعلموا منه، ولنجلس لنتشارك هذا العلم وهذه الحضارة. عسى أن يكون فيما بيننا حياة كريمة، لا صدام ولا قتال ولا وصول إلى مرحلة لا رجعة بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله.